السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بنة تونس. اليوم راح نعملوا مع بعضنا هروس تونسي ووصفة جدود وتوانسة. فضلا وليس أمرا عملوا لنا اشتراك. هيا بينا نشوفوا كيفاش تحضروه. نقصوا الفلفل تاعنا، مش رقيق رقيق، ها كيما هيك. نحيولو غير الراس نطيشوه، نحيو الراس. الزريعة ثاني كي تعود بيضة نخليوها، يدوا الزريعة البيضة كي تعود كحلة نحيوها، بصح كي تعود بيضة خلي تقعد. راهو بنين يعمل كيف. طولو راس ثوم، انا درت راسه شوي ثوم ونرحيوه. نرحيوه رحية خشينة، مش نرحيوه جيست يتحروش. ودرك هيك برك، مش تعطوه ترحي هيك ضربات على خاطركش ما نرحوش بزاف. نزيدوله شوي. هاو كيف رحيناه، مش مرحي خلا مدشش كيما يقولوا، كيما هيك. نحطوه في يسقطر به يطلب الماء تاعو، يسقطر خلا لازم يشيح. ومن بعد نديروا له، ديجا احنا درنا فيه ثوم، نديروا له ملح وزيت زيتونه، فوحوه ملح وزيت زيتونه ونحطوه في بلاره ولا فاش نحطوه ونخليوه. راهو روعه روعه روعه. تجي مزروبه، باش تحطيه تقلي مع زوز عظمات وانتي اذا فطرتي. نفرغوه في هذه، ونخلوه يسقطر. هو في العاده نخليوه ليله كامله، ليله كامله هو يسقطر. نحطوا له حاجه ثقيله فوق منه، ها كيفاه، ها هو اللي يطلق في الماء. ها لازم ينشف من الماء. هاو الماء تاعو كيفاش، خليه ينشف يسقطر خلا يعود ما فيهش. نحط له شويه ملح بعد ما نشف، شويه ملح وشويه زيت زيتونه، ونحطوه في بلاره نخليوه يقعد 3 ايام. 3 ايام وبعد تبداو تاكلوا منه. راهو بنين بنين بنين، حتى ريحته، ريحه الثوم مع الفلفل. ثلاث ايام باش يرقد يعني يولي. حطوه في بلاره كيما هيك. اصلا الحار يوكل، الحار مليح في الشتاء ومليح في الصيف. الماكله تعود مش حاره تجي صامته. ونحط له زيت زيتونه ونقفلوها ونخليوها 3 ايام ونبداو نستعملوا فيها. هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك. سلام.